جمهور الوداد الرياضي، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنحلوا اهم اللقطات ديال الحصه التدريبيه ديال اليوم، ثاني حصه تدريبيه ديال الوداد تحت قياده باولو سيرجيو. الحصه التدريبيه اللي عرفت حضور اسماء جديده، اسماء من الموسم الماضي، اسماء اللي رجعت بريطي، خصوصا الخبر ولا الصوره اللي فرحت الجمهور الوداد الرياضي هي عوده المايسترو حكيم زياش من بعد ما ساهم الموسم الماضي في انتصارات الوداد باهداف وتمريرات حاسمه. حكيم زياش كيكذب جميع الاخبار اللي داولت على الرحيل ديالو وكيأكد الحضور ديالو وفقة الوداد الرياضي. حصة التدريبية ديال اليوم عرفت كذلك حضور الانتدابات الجديدة: ايمن الحسوني، يحيى جبران، عطية الله، جنان الله وغنيمي الحارس القادم من الفتح. النقطة إيجابية كذلك الصراحة كنشجع عليها الطاقم التقني والمدرب هي استدعاء 9 عناصر من أمل الوداد، عناصر بحال سلمان الريحاني، سامبو، رايان ماحتو، شمس الدين العلالي. نقطة إيجابية الصراحة. ما كرهش الإدارة التقنية ديال الوداد تفرض على المدرب أنه على الأقل في كل ماتش يكونوا جوج ديال اللعابة من ليسبوار مكونفوكين. لائحة ديال اللاعبين اللي كانوا حاضرين في التدريب ديال اليوم عرفت كذلك عودة المعارين. كان خص بالذكر أسامة الزمراوي من بعد ما سال فترة الإعارة ديالو برفقة المصري البورسعيدي، ومعاد إنزو من بعد التألق ديالو الموسم الماضي رفقة النادي المكناسي. بالنسبة للغيابات كتظهر بعض الغيابات بحال غياب أمين أبو الفتح، راميرو فاكا، بانياغوا. ما نقدروش نتسرعوا دابا ونقولوا بلي هاد اللعابة ما غاديش يكونوا الموسم المقبل في السكواد ديال الوداد. كيبقى هذا اول اسبوع ديال التحضيرات، يقرب يكونوا شي لاعبين غائبين للاسباب ما معروفاش لحد الساعه. على اي الامور غتوضح نهار على نهار. بالعوده للحصه التدريبيه، اول حاجه ركز عليها الطاقم التقني في الاول كانت هي التحضير البدني، خصوصا من بعد العطله والتوقف. كنعرفوا الاخوان اهميه التحضير البدني في بدايه الموسم، هو اللي كيحدد لك اللاعب واش غادي يكون قادر فيزيكمون انه يجاري 90 دقيقه طيله الموسم. التحضير البدني اللي كيتعتبر كذلك مهم اكثر من التكتيك والتكنيك، خصوصا في بدايه الموسم. كما قلت خاصو يكون بواحد الطريقه اللي غتخلي اللاعب يوصل للاوج العطاء ديالو فيزيكمون، ولكن ما تضروش في نفس الوقت. الا كانت ثاني تحضيرات بدنيه فوق المستوى ديال اللاعب ولا صعيبه شويه تقدر تاثر عليه ويكونوا اصابات. في الحصه التدريبيه شفنا الفرقه بدات بجولات ديال الجري الخفيف للاحماء وتفادي الاصابات. من بعد شفنا تمارين ديال الرشاقه وخفات القدمين باستعمال الحواجز الصغيره. تمارين الاخوان كيزيدوا من السرعه وخفات القدمين. شفنا من بعد جولات ديال الجري والتحمل بين الاعمده، رفع اللياقه البدنيه ديال اللاعبين. كما قلت الاخوان الهدف هو ترجع اللعابه الجاهزيه والسرعه في بدء الحركه كما كنسميوها ليكسبلوزيفيتي، ويبدا يترفع الايقاع تدريجيا. من بعد التحضير البدني شفنا اللاعبين بداو كيقيسوا البالون شويه. شفنا واحد لا سيكونس ديال التمريرات القصيره والسريعه بلمسه ولا جوج لمسات في مساحات ضيقه. النوعيه ديال التمارين الهدف منها هو يرجع داك الاحساس بالبالون، كيطور كذلك الانسجام بين اللعابه الجداد اللعابه القدام بسرعه، وكيطور مهارة إخراج الكرة من مساحات ضيقة والضغط كذلك واسترجاع الكرة. في الأخير ديال الحصة شفنا واحد السيكونس تاكتيك اللي كيخدم عليها المدرب، اللي كيحاول يقلب فيها أنه يوصل بسرعة للمرمى الخصم بالتحرك بدون كرة وبخلق زوايا التمرير. شفنا 5 تمريرات تقريبا وكيوصل لعابة البوطو من الدفاع مرورا بالوسط الأظهرة اللي عند المهاجم. كنا الكرة كتخرج مثلا عند المصدر كتمشي للميليو بدو باس، كتكون عند الظهير الايمن ولا الايسر اللي كيحطها اون روتري للمهاجم اللي كيخاصو يفيناليزي لاكسيون في الشبكه. شفنا المدرب باولو سيرجيو كان كيوجه بحده وكيركز على السرعه في اخراج الكره والتمرير الدقيق. كيبان هذا العام بلي سيرجيو باغي يبني فرقه هجوميه كتلعب كره سريعه ومباشره وبضغط قوي على المنافس. هذا هو الاسلوب ديال اللاعب اللي كيتميز به المدرب البرتغالي الاخوان، وكيخصو فيه لاعبين كيعرفوا يسترجعوا الكره ويخرجوها بطريقه سريعه، وكذلك اظهره اللي خفاف، وكذلك اجنحه اللي عندهم دقه في التمرير نحو المهاجمين. كان هذا خلاصه الحصص التدريبيه ديال الوداد اليوم. نتمنى يعجبكم لا فيديو.
الا كنتي اول مره غتشوف فيديو ديالي ما تنساش تخلي لي لايك سبسكرايب وشي كومونتير. من هنا لا فيديو الجايه كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم ديما وداد.